والله العظيم وحشتني. بقالي فترة كبيرة جدا غايب عنكم، ما بعملش فيديوهات، بس المرة دي راجع لكم إن شاء الله بدون انقطاع خالص. الفترة اللي فاتت قريت كتب كتير جدا وحبيت أشارك معاكم التجربة دي، إن شاء الله تطلعوا منها بفايدة كويسة جدا. هنشارك مع بعض واحدة واحدة، أتمنى لو واحد بس هيستفاد، دي بالنسبة لي هتبقى استفادة كويسة جدا، وربنا يجعلنا فايدة لبعض. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only. واحد من الاهتمامات اللي كنت بهتم بيها الفترة اللي فاتت هي الماليات، او ان انا اقدر ازاي ادير الفلوس اللي بتخش لي، او ازاي ان انا اقدر اعمل فلوس، او ازاي احسن الوضع المادي عموما. بصراحة من احسن الكتب اللي قريتها في المجال ده طبعا بلا منازع هو الاب الغني والاب الفقير، اغنى رجل في بابل، ثينك جرو ريتش. بصراحة من الكتب دي من احسن الكتب اللي انا قريتها في المجال بتاع الماليات ده عموما. النهارده هشاركك واحد من الكتب اللي فيه بعض الاسرار اللي انا صدقني لو انا وانت طبقناها بشكل كويس هنوصل بيها لحاجه كويسه جدا. الكتاب ده هو اغنى راجل في بابل. يلا بينا. زي ما قلت لك في المقدمه، انا الفتره اللي فاتت كنت بهتم جدا بالماليات وتحقيق الثراء، او ان انت يبقى معاك فلوس. انا ده كانت اهتماماتي في الفتره اللي فاتت. زي ما قلت لك انا كان بقالي فتره كبيره جدا بدور في موضوع الماليات ده وبقرا فيه كتير. محدش يعلق على الحته دي. بقرا يعني فيه كتير بحيث ان انا اقدر اوصل للحاجات اللي تخليني اقدر ادير الفلوس بتاعتي بشكل كويس، علشان اقدر اوصل منها لان انا احقق الحاجات اللي انا نفسي فيها. طيب الكتاب ده فعليا فادني كويس جدا. هو الكتاب بصراحة فيه شوية تريكات انت هتفيدك جدا. يلا بينا. يلا بينا. بتبدأ القصة في مدينة بابل. مدينة بابل كانت من أقدم المدن زمان ومن أسرارها. فعلا كانت من أقدم المدن وأكتر المدن اللي فيها فلوس، أو إن أنت تقدر تعمل فيها فلوس. بيبدأ المشهد معاك مع شخصين، هو بنسر وكوبي. بنسر كان من صانع المركبات أو اللي هو بيعمل عربيات، تمام، وكان ليه صديق اسمه كوبي. بيبدأ المشهد معانا إن بنسر قاعد ومهموم بالبلد بتاعنا يعني، وقاعد متضايق كده وعمال يفكر في الحال بتاعه. دخل عليه الصديق كوبي وبيتكلم معاه بيقول له: أتمنى أن ينعم عليك بوفرة العيش يا صديقي، على الرغم من أنه يبدو عليك أنك تتمتع بكثير من النعم، حتى أنك غير محتاج أن تعمل. ده اللي قاله كوبي بالظبط. فبدأ إن هو يسرد الحاجة اللي مضايقاه أو يحكيها له بطريقة ما. قعد قال له إيه؟ قال له: أنا حلمت بحاجة. قال له: أنا حلمت إن أنا معايا مبلغ كبير قوي من المال، حسسني إن أنا أقدر أشتري أي حاجة أنا نفسي فيها، وحرفيا ما اشتغلش طول حياتي. المبلغ ده كان مريح لي دماغي خالص، بحيث ان انا اي منتج احب اشتريه اقدر اوفره. قال له: طب كويس، ايه المشكله بقى في الموضوع؟ مالك انت متضايق ليه؟ قال له: المشكله ان انا صحيت من الحلم ده، المبلغ اللي كنت متخيل ان هو موجود معايا ما بقاش موجود. وبيكمل كلامه بيقول له ايه؟ بيقول له: انت مش شايف ان احنا قاعدين في مدينه من اغنى المدن ومش قادرين ان احنا نبقى زي الناس دي، وانت جاي بتطلب مني فلوس، واللي يضايق اكتر ان انا معيش فلوس ان انا اسلفها لك، ومعيش فلوس ان انا اقرضك بيها بمعنى اصح. قال له: طب انا عندي فكره كويسه جدا. ده مين اللي بيتكلم؟ كوبي. قال له: طب ايه الفكره؟ قال له: احنا ممكن نروح لحد من الناس الاثرياء في مدينه بابل، وهو يعلمنا ازاي ان احنا نعمل كده. قال له: فكره كويسه. اقدر ان انا اعمل ايه؟ طيب مين اللي نقدر نروح له عشان خاطر يفيدنا في الموضوع ده؟ قال له: ممكن نروح لاركاد. اركاد ده الشخص الرئيسي في القصه، وهو اغنى رجل في بابل. قال له: لا، انا ما اقدرش اروح لواحد زي ده، اخاف ان انا اروح له فاسرقه. وكان طبعا بيهزر يعني. قال له: لا يا صديقي، انه يملك ثروه لا تنفذ. يعني ايه لا تنفذ؟ قال له: يعني الثروه دي عباره عن مصادر دخل، كل ما الفلوس اللي معاه بتخلص بيرجع تملى له المصادر دي تاني. المصادر دي بتجيب له الفلوس اللي هي بتروح، يعني عنده اصول بتشتغل له بمعنى اصح. فقال له: طب احنا ممكن نعمل ايه؟ قال له: انا ممكن اجمع اصدقائي ونجمع صحابنا يعني ونروح له. بنخش على الفصل الثاني من القصه، ان هم راحوا لاركاد. اركاد قبل ما يتكلم معاهم قال لهم: انا هحكي لكم قصتي للثراء. قالوا له: مفيش مشكله، احنا بنحب يعني احنا حابين نسمع ده. بدأ اركاد في سرد القصه الخاصه بيه وطريقته ان هو ازاي وصل للثراء، او ازاي وصل ان هو يكون معاه فلوس. بيبدأ اركاد في سرد القصه الخاصه بيه او بنجاحه او بالثراء بتاعه. قال لهم ايه؟ انني اعمل في صناعه المخطوطات، او كنت اعمل في صناعه المخطوطات. المخطوطات دي اللي هي الخرائط او الكتابات اللي
اللي بتدل على الطريق يعني بمعنى اصح. راح التاجر في مره قال له انا طالب منك ان انت تعمل لي المهمه دي بس تنهالي في وقت اسرع من الوقت الطبيعي. قال له حاضر هعملها لك. راح له تاني يوم لقاه لسه ما خلصش المخطوطه، فاركاد عرض عليه عرض، قال له هسهر لك طول الليل اخلص لك الشغل ده بس مقابل شرط واحد. قال له ايه هو الشرط؟ قال له ان انت تعلمني طريقك نحو الثراء او كيف شخص غني. قال له انك ماكر ولكني ساعتبرها صفقه. وتبدا من هنا قصه اركاد. بعد ما خلص المهمه بدا ان هو يتكلم معاه، والتاجر العجوز ده بدا ان هو يتكلم معاه. اسمع يا بني، اني في نهايه حياتي ويجب علي ان انقل ما اعلم من خبره للشباب، ولكن عندي شرط واحد. انما الشباب تتخيل ان افكار كبار السن لا تناسبهم، بينما اذا اعتمدنا على افكار الشباب فهي كالشهب الملتهبه لا ترثى الى مكان، بينما افكار كبار السن هي كالنجوم الراسيه يعتمد عليها الناس في السفر. ده النص اللي قاله التاجر لاركاد. واركاد حس كده ما بينه من نفس الراجل ده بيتفلسف عليا ولا بيتكلم معايا كده ليه؟ انا مش بحب طريقه الكلام ده. قال له بالله عليك يا رجل كلمني عن سر الثراء. بدأ العجوز بالتكلم وقال انما الثراء يعتمد على فكره واحده، هي احتفظ بجزء من اراداتك، اللي هو بين قوسين كده الادخار او التحويش. قال له بس كده خلاص هو ده الموضوع؟ قال له اتعلم ان هذه الفكره فقط كفيله ان تغير عقليه راعي الغنم الى عقليه تاجر، وهذا ليس انتقاص من راعي الغنم انما هي فروق ماديه بمعنى اخر. قال له بس انا فعلا بحتفظ بجزء من اراداتي. قال له طيب هعدي عليك بعد سنه واشوف انت وصلت ليه. حوش فعلا اركاد فلوس مبلغ وجاله التاجر بعد سنه. بعد سنه بالظبط لما جه التاجر وساله انت عملت ايه؟ قال له قد جمعت مبلغ من المال وخليت واحد من التجار ياخد المبلغ ده يستثمره وهيضاعفه ليا. قال له احمق، ابحث عن من يصلح الى اداره مالك بصوره صحيحه، انما تهدر اموالك في الارض. اذهب فاجمع مبلغ اخر وكن حريصا في استثماره. مش التاجر وجاله بعديها مش بسنه بسنتين. قال له اركاد ماذا صنعت؟ قال له اني جمعت مبلغ اخر واكبر من المال. قال له وماذا فعلت به؟ قال له اني رايت احدا من اقربائي يستثمر هذا المال بصوره قويه وفعلا بدأ يدر علي بالارباح او يعود علي بالربح. قال له وماذا صنعت بهذه الارباح؟ قال له كان نفسي في كذا وكذا. قال له ها يعني انت دلوقتي بتاكل ثمار ما صنعت؟ قال له اه فعلا انا بعمل كده دلوقتي. اذهب فاصنع اصولا تعود عليك بالمال، يعني اعمل لنفسك اصول او حاجات ثابته تدخلك فلوس تاني، ما تبقاش بتصرف فلوسك كلها ولما بتجمع مبلغ ارباحه كمان تروح على الارض. لا خلي الارباح دي ان هي تحطها ان هي تجيب لك فلوس. فبدا ان هو يفكر تاني ورجع له بعديها بسنه لقى ان هو فعلا بدا ان هو يعمل اصول ان هي تجيب له فلوس، وقال له انا هشاركك وهعمل لك بيزنس خاص بيك او شغل خاص بيك يدخل لك كمان ارباح مع الارباح اللي انت شفتها دي. فواحد من اللي موجودين قال له يبقى انت هنا كنت محظوظ ان انت لقيت حد يساعدك. قال له لا، انما اعتقادي ان هذا التاجر ساعدني على اصراري للنجاح وليس لشيء. ودي كانت ختام القصة الاولى او قصة اركاد نحو الثراء. في الجزء اللي جاي هنبدأ نتكلم عن 7 قواعد. القواعد دي على لسان اركاد وهو بنفس النص كده بيقول القواعد ال7 لملء المحافظ الخاوية. هقول لكم القواعد دي بالترتيب، وعن طريق القواعد دي انت هتبدأ ان شاء الله تستفاد ان انت تقدر تنفذ جزء من الحاجات دي تقدر توصل بيها. اول حاجة معانا احتفظ بجزء من ارادتك، يعني اللي هو التحويش او قانون 10% او فكرة ان انت لما بتدخل لك فلوس الفلوس دي توفرها علشان خاطر تعود عليك بفلوس تانية. تاني حاجة معانا استثمر في نفسك. الاستثمار اللي انت هتعمله يكون استثمار في ذاتك، في ان انت تقدر تطور من مهاراتك عشان المهارات دي فيما بعد هتعود عليك انت بالنفع مش حاجة تانية. القاعدة الثالثة اصنع بيتك الخاص.
بص، هو الفكرة هنا ان هو قصده ان انت ما تأجرش شقة بس، اصنع بيتك الشخصي، عشان البيت ده هيوفر عليك بعد كده ايجارات كتير هتدفعها وحاجات هتعملها، فيكون البيت الشخصي بتاعك. وبعد كده لو حبيت ان انت تأجره هيعود عليك بماليات. بص، هي الفكرة دي انا مش متفق معاها بنسبة 100%، لان انت ممكن لو معاك مبلغ ان انت تستثمره، وبتدفع جزء من الفلوس دي في ايجار او في مكان اللي انت تأجره، ويبقى معاك فلوس تانية تقدر انت تستثمر بيها. بس دي من الحاجات الموجودة في الكتاب، ان انت تصنع منزلك الخاص وهيعود عليك باستفادة عاجلا ام اجلا. القاعدة الرابعة: انتهز الفرص. في القاعدة دي هحكي لك قصة بسيطة، والقصة دي هتفرق معاك كويس جدا. دي من بعض القصص الفرعية في الكتاب. بيقول أركاد إن هو في مرة كان في عجوز جه حكى له موقف حصل معاه. الموقف عبارة عن إيه؟ إن كان في عجوز معدي ومعاه قطيع من الغنم، فمر على واحد من التجار بس كان بالليل، فقال له أنا مش هقدر أشتري منك الغنم ده إلا لما أصحى الصبح وأعده. قال له طب بيعهولي او خده بنص الثمن او بربع الثمن، بس انا دلوقتي محتاج الفلوس عشان خاطر راجع لمراتي تعبانه في قريه تانية. فقال له لا، انا ما اقدرش اخد منك الغنم ده الا لما اعده. في نهار اليوم التاني عدى بعض التجار قبل ما التاجر ده يصحى، وشافوا قطيع الغنم ده، وشافوا قد ايه قطيع الغنم ده مميز، واشتروه بضعف سعره. هنا التاجر ده ضيع على نفسه فرصه كان ممكن ان هو ياخد الغنم ده بنص ثمنه وكان هيكسب فيه كتير جدا. فانتهز الفرص، وخليك دايما عارف ان الفرص لا تأتي الا مرة واحدة. القاعدة رقم 5: هو حافظ على ثروتك من الضياع. يعني هو قاصد يقول لك في القاعدة دي ان انت لما تيجي تستثمر فلوسك استثمرها في حاجات تكون آمنة وما فيهاش مخاطر عالية، خصوصا الناس اللي هي بيكون لسه بادئة في طريق ان هي تبقى معاها فلوس. ما يبقاش انت اصلا كنت جاي من تحت قوي وتستثمر في حاجات المخاطره فيها عاليه علشان خاطر الفلوس دي سهل جدا ان هي تروح. القاعده رقم 6: هي اضمن ليك دخل ثابت. يعني اعمل حاجه تدخل لك دخل ثابت، هو الدخل ده اللي انت تصرف بيه على الرفاهيات بتاعتك او على الحاجات اللي انت محتاجها. ما تخليش كل فلوسك رايحه في نفس الاتجاه ده، خلي دايما في دخل انت بتصرفه شهريا ثابت علشان خاطر الفلوس دي ما تخلصش بطريقه سريعه. ما تبقاش ان انت بتصرف من غير ما انت تكون فاهم الفلوس رايحه فين وجايه منين. القاعده رقم 7 والاخيره هي: وزع مصادر استثماراتك. يعني ما تخليش استثمارك في حاجه واحده. يعني دايما بيبقى عندنا مصطلح فكره الترابيزه. يعني ايه فكره الترابيزه؟ الترابيزه لو ليها رجل واحده هتقع. دايما خلي عندك اكتر من مصدر للي انت تحط فيه الاستثمارات بتاعتك، علشان في الاخر تعود عليك باستثمار او بمبلغ كويس. المبلغ ده يكون سند ليك، ولما اي استثمار فيهم بيحصل له مشكله ويقف ما تقفش حياتك معاه، تفضل مكمله. دي كانت خلاصة كتاب أغنى رجل في بابل من واقع اللي أنا فهمته. ممكن حد تاني يبقى عنده وجهة نظر في الكتاب بطريقة معينة، بس أنا بالنسبة لي هي دي الحاجات اللي أنا استفدت بيها من الكتاب. ويا رب أكون نقلت لك جزء من اللي أنا استفدته من الكتاب ده في اللي أنا قلته لك، ويا رب أكون قدرت أنقله بشكل كويس. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، وإن شاء الله ما نقطعش خالص الفترة اللي جاية ونبدأ نعمل لكم حلقات من دي. ولو عجبتك الحلقة فعلا قول لنا في كومنت، علشان ده بيبقى تشجيع كبير جدا لينا ويخلينا اقدر استمر وان انا اقدر اعمل حلقات من دي. والله بجد وحشتوني، مش عايز انهي معاكم الكلام بس انتوا وحشتوني جدا. السلام عليكم.